حربت في بورسعيد. احنا بقالنا اكتر من يمكن استاذ كامل لغايه اخر وقت كان بيتكلم في مبادره، يعني اكتر ناس اتحركت، ناس نزلت، واكتر ناس حاسه بالمسؤوليه. من اول يوم احنا بنمد ايدينا ومحدش حاسس ان في مشكله كبيره. كل يوم الموضوع بيوسع، في فجوه بتحصل وكل يوم بتكبر بيننا وبين هو طبعا احنا كادارات او كل الانديه وعلى راسهم النادي الاهلي، احنا ما فيش بيننا اي مشاكل. في مشكله اللي هي مشكله التراس مصريه، وكل يوم بنتكلم فيها. الناس المسؤوله والناس المسؤوله عن البلد والمسؤوله عن الرياضه والامن مش حاسين بالقصه دي. احنا كمجلس اداره ابتدينا في اجراءات عوده النادي المصري، ابتدينا في تجهيز، يعني عملنا خطه كده لتجهيز وفي اتصال بيننا وبين الجهاز الفني على اساس والله من اول يوم بنقول ان الناس اللي كانت موجوده معانا والناس اللي واقفه معانا من كابتن حسام والجهاز الكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، وفي اتصال بيننا على اساس نبتدي ايه اجراءات العوده. يمكن فكر اللي اتعامل بيه استاذ كامل اللي هو فكر الاعاره، وفي اتصال بيننا وبين القوام الفرق الاساسي. ويمكن انت حضرتك شفت في الموسم اللي فات يمكن هم اعمده رئيسيه في كل الفرق اللي هم موجودين فيها. معلش انا بتكلم النهارده لو هيخش في نطاق العنصريه بقى فبلاش، يعني كفايه بقى. احنا ساقطين من الحسبه، احنا هنفضل نحاسب احنا على الفواتير لاخر وقت اهو. مشكورا الراجل المحترم استاذ كامل ابو علي، ان انا عملت معاه سنتين الواحد اتعلم منه كتير يعني بصراحه. برضو حاسس بطريقه علميه، مع ان عاطفيا انا عارف ويمكن اتكلم معايا عاطفيا نفسه يتفرج على فرقه النادي المصري زي اي راجل بورسعيدي بيحب النادي المصري، ومن اكتر الناس اللي بيحب النادي المصري لان انا قريب وعارف نفسه بس يتفرج على كوره، مش يتفرج بقى على دوري مدارس، يتفرج على معارك وناس تموت تاني تتحبس وناس تروح. لا كفايه، لازم الناس المسؤوله تحس ان في مشكله حقيقيه، لازم يبصوا للمشكله دي لانها لا هو مع احترامي يعني لا نخنوخ لما اتقبض عليه ولا لما رحنا جبنا واحده من ده قمه الابهار وقمه الفكر الامني. لا، في مشكله كبيره في مصر، مشكله اهلاوي او مشكله الالتراس عامه. يعني لو الناس المسؤوله فضلت تطبطب وفضلت تدفن راسها زي النعام كده الموضوع هيكبر ومحدش هم اللي هيحكموا وكلنا نمشي وراهم. ماذا سيضيف ياسر يحيى النادي المصري اذا يعني قام بخطوه ان هو يترشح لمنصب النائب في الانتخاب؟ والله كشخص انا مش هضيف. هو الموضوع استاذ كامل اتعلمنا منه ان احنا نعمل كمنظومه، نعمل كمجلس، يعني كلنا نبقى ايد واحده، فريق واحد، تيم وورك واحد، رياضه راجل زي استاذ كامل. فهو الموضوع مش ياسر يحيى ولا ايمن ولا لا، هو الموضوع اداره كامل متكامل. ما بخترقش اي حد يجي ياخد المكان ده بدون انتظار لمقابل. انت جاي مش عشان الموضوع شو او لقطه او ان انا مثلا عضو مجلس اداره رئيس مجلس اداره، لا انا جاي بخدم بحب، جاي بحب الكيان ده. عليه البدايه طبعا احنا عايزين نرجع تاني كنادي مصر، نرجع يبقى في ألفة بيننا وبين جميع الانديه من النادي الاهلي، لان خلاص هي مشكله وحصلت واحنا خارجين من ثوره. فاهم ان ايه الموضوع يبقى كله ايد واحده. بقت أرض البطولة والعزة والرجولة، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة. أمانة عليك أمانة، لا تبوس لي كل إيد، لا تبوس لي في إيد. حربت في بورسعيد. اهلا بحضراتكم مره تانية في هنا القاهره، الجزء الثالث والاخير مع نجمي الاعلام والاصدقاء الاعزاء والصحفيين اللي لا يعرفوا الا الله. ايضا استاذ شوقي حامد باخد بالاكبر. اهلا بيك استاذ شوقي، منورنا ومره تانية بعز لله طبعا يعني، وانا عارف كانت محنه كبيره جدا يعني. أهلا. ومعظم صحفينا محترمين ونعزهم ونجلهم كلهم. يعني انا عايز اخد بورسعيد. يعني انا سامع الاستاذ ياسر دلوقتي بيقول ان احنا هنرجع واتفقوا مع حسام وابراهيم، والمشكله يا استاذ شوقي استاذ عصام لسه ما اتحلتش لحد دلوقتي. كيف تحل هذه الكارثه او المصيبه او اللي هتعمل انشقاق في الشارع المصري تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معلش انا بستأذنك طبعا ان ازاي يعني ابدا. هو
مين قال ان المصري مش قطعه من عزيزة قلب علينا. مصر؟ مين بورسعيد مش نطفه من جسد او من كيان مصر؟ مين يقدر يقول انها تنفصم او تنفصل عن اي منتدى او اي حوار او اي محفل؟ ازاي؟ انما للاسف احنا تكاسلنا، تباطأنا، تنايمنا. احنا مين؟ احنا اتحاد الكره، وزاره الرياضه، المسؤولين عن النشاط التنافسي. نعلى بقى شويه الوزراء والرئيس، كل مسؤول يجلس على مقعد مسؤوليه يتحمل جزء واسهم بقدر كبير في هذا الوضع الشائك غير الممنون ولا المرغوب. النهارده انا عرفت ان كامل ابو علي بمجلس اداره النادي المصري قال لا احنا هنشارك، وبعت لرئاسه الجمهوريه، بعت للمخابرات العامه، وبعت لكل الجهات.